السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة دايما يا رب العالمين. النهاردة ان شاء الله هتكلم عن مرض من امراض القلوب وهو مرض الغضب. فلو انت بتحس في وقت غضبك انك بتبقى متضايق جدا وبتبقى عصبي قوي قوي، وان انت مش بتهدى غير لما بتزعق جامد وبتتعصب جامد وبتكسر وبترزع، وممكن توصل معاك انك انت تضرب اللي قدامك. بس في وقت عصبيتك دي ان في نار جواك ودمك عمال يغلي، مش بتهدى خالص ولا بتسكت غير لما بتطلع النار اللي جواك دي لبره على الشخص اللي قدامك. فانا عايزه اقولك ان ومش بتقدر تتحكم في عصبيتك. فعايزه اقولك ان الفيديو ده هيفيدك جدا جدا، وان الفيديو ده ان شاء الله باذن الله هيبقى فيه حل لمشكلتك دي، لان مشكلتك دي ترجع لان في مرض الغضب مسيطر عليك. فانت لازم تتعلم ازاي تتحكم في غضبك، لازم تتعلم ازاي تطهر قلبك ده من الغضب والعصبية الزيادة دي. لازم تتعلم تعمل ايه في المواقف اللي بتعصبك. فان شاء الله باذن الله هقولك العلاج الاسلامي بتاع الغضب والعصبية الزيادة دي. بس اول حاجة لازم تفهم ان الغضب غضبك وعصبيتك الزيادة دي مش من الموقف اللي حصل لك، لا ده راجع ان في مرض في قلبك اسمه مرض الغضب. المرض ده هو سبب اللي انت كل ما بتتعرض لموقف معين بتتعصب جامد. كل ما حد بيقول لك كلمة معينة ممكن تفهمها غلط فبتتعصب جامد وما بتهداش غير لما تكسر وتعمل، وانفعالك ده بيبقى زيادة. ده مش بسبب الموقف اللي انت تعرضت له، لا ده بسبب بيرجع ان جوه قلبك في مشكله فانت لازم تحلها. الرسول عليه الصلاه والسلام قال لنا ان الانسان ده الجسد فيه مضغه، فالمضغه دي اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، وهي دي القلب. يعني قلبك ده لو صلح وطاهر مفيهوش اي مرض من امراض القلوب، تفاعلاتك وتعاملاتك مع الناس هتبقى كويسه، هتبقى شخص متزن، هتقدر تعرف تتعامل مع زوجتك، مع اولادك، مع المجتمع، مع نفسك، مع اي حد هتقدر تتعامل كويس. اما لو انت عندك مشكله في القلب او عندك مرض في القلب فده هيأثر على تفاعلاتك. مهم جدا ان احنا نطهر قلوبنا من اي مرض من امراض القلوب، لان امراض القلوب دي عامله شبه الفيروس اللي بيدخل الجسم، فللاسف بيتسبب له، ممكن يسبب ان يبقى في حراره عاليه، ضعف في جسمك، يعمل لك اعراض تانية كتير. فانت دلوقتي لو انت عالجت مثلا الحراره، خدت خفض حراره، فانت كده مش عالجت الفيروس، ما عالجتش جسمك، انت خدت خفض بس الحراره هتعلى تاني. لا احنا عايزين نعالج الفيروس نفسه، عايزين نطهر القلب نفسه عشان افعالنا تبقى احسن، افعالنا هتبقى كويسه. لما نتعالج القلب نفسه ده هيأثر على تعاملاتك، وهيبقى تعاملاتك احسن، وانت شخصيتك هتبقى احسن، وهتبقى حاسس ان انت نفسيا مرتاح.